بالتالي أنا أقول لكم مثال، ممكن أحط غرفة نوم رئيسية 3.5 في 4، وممكن 3 في 4، وممكن 3 في 3. إذا أريد غرفة نوم رئيسية فقط، يعني غرفة الملابس منفصلة، الجلسة اللي هي النوم منفصلة، فتجيني الغرفة حد يقول لك والله 4 في 4 مناسبة للأطفال، مناسبة، بس أنت لكم شخص تحتاجها؟ إذا قلت لي شخصين بقول لك مناسب، إذا قلت لي ل5 أشخاص بقول لك ما مناسبة. ليش؟ لأنك بتحتاج 5 سرة في هذه الغرفة. فهذا يعتمد عليك أنت. لازم، ليش أنا قلت لكم لازم تدرس أساسياتك إيش اللي تحتاجها أنت، على أساس تحدد كم مساحة الغرفة اللي تريدها. البعض لا أنا أهم شيء معي غرفة النوم الرئيسية ما تقل عن 7 في 7. بعد ذلك تحصل السرير في النص على طرف جدار والغرفة كلها فاضية.